بسم الله. السلام عليكم. أنت مش حر، أنت مبرمج. المرء ابن بيئته. في سؤال بيخلينا نفكر كتير. لو نابليون بونابرت اتولد في قرية نامية في ريف فرنسا ومحدش عرفه ومحدش علمه الحرب والسياسة، هل كان هيبقى نابليون؟ تمام. خليني أسألك سؤال صريح. ليه معظم أولاد الصعيد بيفضلوا الشغل على التعليم؟ ليه في أحياء معينة في القاهرة الواحد بيحس إن السقف بتاعه منخفض أصلا من الأساس؟ ليه في ناس بتقولك إحنا ناس كده وبتصدق؟ مش لأنهم هم غلط ومش لأنهم هم ضعاف، لكن البيئة اللي اتربوا فيها علمتهم كده، إن ده الممكن، هو ده المسموح. الأسئلة دي كلها سهلة، لكن في الحقيقة السؤال عنك أنت. في ولد اتولد في حي شعبي في إمبابة، أدي قافية. أبوه سواق تريلا وأمه ست بيت ربة منزل. من صغره الكلام اللي بيسمعه اتعلم وخد شهادة وروح اشتغل في أي حاجة. ما تبقاش بقى يعني ما تبدأش مشروع، ما تفكرش بره الصندوق، مش أبقى رائد أعمال مثلا، بس اتعلم واشتغل. الكلام ده مش غلط، لكن ده كلام ناس تعبت وعايزة أمان. لكن المشكلة إن الولد ده كبر وعنده سقف مش في السما، في دماغه، ومحسش بيه. دي مش قصة خيال، دي اللي بيحصل مع ملايين في مصر كل يوم. البيئة مش بس الحي اللي انت ساكن فيه، هو الكلام اللي بتسمعه على تيك توك الصبح وانت بتسكرول كده وانت رايح مواصلاتك في الشغل، هو جار ابوك اللي بيقولك الدنيا كده وكده وكده، هي المدرسة اللي علمتك الحفظ مش من غير ما تفهم، هي كل ده وانت مش واخد بالك. والبيئة بتكسرك. يعني في دراسة اتعملت على أطفال في منطقة عشوائية في مصر، لقوا إن الطفل بيكبر في بيئة فيها عنف وضغط مستمر. إن لما الطفل بيكبر في بيئة فيها عنف وضغط مستمر، ده بيأثر على دماغه. في مناطق في الدماغ مسؤولة عن اتخاذ القرار والتفكير بعيد المدى. وده يعني ما أكثرهم على اليوتيوب وعلى باقي المنصات شرحوا ده بالتفصيل، سواء كان أحمد أبو زيد أو ناس ذات تفكير منوط به. إن في مناطق في الدماغ مسؤولة عن اتخاذ القرار والتفكير بعيد المدى بتبقى أقل نشاطا لما ده يحصل. يعني البيئة الصعبة مش بس بتأثر نفسيا، ده بتأثر بيولوجيا. الولد اللي شاف غلب من صغره دماغه بيتعلم إنه في خطر دايما. ومن هنا بيجي الكلام اللي بنسمعه كتير: أنا مش من نوع الناس دي، ده مش ليا، الواحد زيي يعمل إيه. دي حالة عايزة تكسر القاعدة. بس التاريخ المصري نفسه مليان بناس كسروا البيئة دي. هديك مثالين: طه حسين ونجيب محفوظ. طه حسين اتولد في قرية في المنيا، فقير، فقد بصره وهو صغير. البيئة قالت له انت عندك إعاقة وانت من الريف، سقفك محدود. هو قال لها انا هبقى أديب أو عميد الأدب العربي. وبقى نجيب محفوظ تقريبا تربى في الجمالية، حي شعبي في القاهرة القديمة، ما كانش عنده إمكانيات ولا واسطة ولا أبوه كاتب. ولكن البيئة دي، الحارات، الناس، الحكايات، بدل ما تحبسه خلته أو بقت يعني مادة خام بنى بيها أعظم رواياته وأخد نوبل. يا ترى إيه اللي عندهم وما عندكش أنت؟ يا ترى إيه اللي عندهم وما عندكيش أنت؟ تعالوا نحلل ده، نفسر ده. الفرق مش في الموهبة، والفرق مش في الحظ. الفرق إنهم في لحظة معينة حسوا بالسقف ده، السقف المحدود ده، شافوه، لمسوه، وقرروا إنه مش حقيقي. أنت دلوقتي لو بتسمعني،
في حاجات كتير بتعملها أو مش بتعملها بسبب البيئة اللي اتربيت فيها، مش بسبب إنك مش كُفء، مش بسبب إنك مش qualified، مش بسبب إنك مش أذكى، بسبب إن حد في يوم من الأيام قال لك بالكلام أو بالأفعال إن ده هو المسموح، إنك آخرك كده. يا حضرات الوعي بالبيئة مش طرف فكري، مش متعة، لأ، ده أول خطوة عملية في حياتك. أنت ابن بيئتك، ده صح، لكن طه حسين كان ابن بيئته كمان، نجيب محفوظ كان ابن بيئته كمان. الفرق إنهم شافوا البيئة دي بوضوح وقرروا إنهم يستخدموها بدل ما تستخدمهم. السؤال اللي هاسيبك بيه دلوقتي، إيه الجملة اللي أنت سمعتها وأنت صغير وسامعها لعند دلوقتي جواك وبتمنعك من حاجة أنت عارف إنك تقدر عليها؟ يا ترى إيه هي؟ اكتبها بقى في ورقة، اكتبها في الكومنت تحت، شاركها معانا. مش عشاني، عشانك أنت، لأن لأنك مجرد ما تكتبها هتشوفها بره دماغك لأول مرة. وأخيرا لو الفيديو ده لمسك اشترك وفعل الجرس. الأسبوع الجاي إن شاء الله هنتكلم عن إزاي تكسر البرمجة ديت خطوة بخطوة.